طيب لننتقل من هذه القصة إلى قصة ثانية. كتب أكثر من كاتب منهم عبدو خال في عكاظ، جنان الغامدي في الوطن، ينتقدون هذا التعاون بين الشيخ عايض القرني ومحمد عبده، ويعتبرون أن أبيات لا إله إلا الله مع عظمة المقصد ومن مدح يعني عظمة الله سبحانه وتعالى وأنها من حيث مقصدها جميلة، لكنهم يرون أن الأبيات ضعيفة. فانتفضت غضبة على هذا الرأي وقلت أنهم لا يفهمون في الشعر، وأن بائعة فصفص نيجيرية عند باب الحرم تفهم في الشعر أكثر منهم. نعم. انتقدت شيخ عايض على أنه هذا في عنصرية، وأنك عندك عنصرية ضد بائعة الفصفص النيجيرية، وأسئلة كثيرة، فمن أين تريد أن تجيب؟ أنا أجيبها مسألة. أما العنصرية فلم أذكرها بسوادها ولا بلونها، وأنا ضد التمييز العنصري، وكتبت في ذلك مقالات وبينت في الشرق الأوسط بمقالة أرفض التمييز العنصري، واعتذرت لها حتى رفعا للوهم بقصيدة بائعة الفصفص. ثانيا كتبت فيها قصيدة مقطوعة. تحفظ منها شيء؟ من ضمن الأبيات أنا أخذتها معي سريعا، يقول: الله قدر أن تبيع الفصفص سبحان. طبعا الفصفص بس هو اللي هو الحب، يعني الحب. لا نعم، الذي مثل الحنبص. قالوا الحنبص، قلت مثل الفصفص. الله قدر أن تبيع الفصفص سبحان من كسب الحظوظ فأنصف، كسب شريف تدركين به المنى ويصون عرضك عزة وتعففا. الأنبياء رعوا المواشي كلهم ازدادهم عند الإله تشرفا، ما عبت مهنتك الشريفة مطلقا، يفديك من ترك الحياة تأففا، يفديك كل العاطلين عن العلا الخاملين النائمين على القفا. بيعي جزاك الله خيرا واكسبي كسبا حلالا فهو نهج المصطفى. معنى كلامي أن بيعك فصفصا الهاك عن نظم القريض تزلفا. عرق الجبين من المكافح عندنا أزكى من المسك العبير وألطفا. والكادحون لرزقهم قد سطروا قصص النجاح فقم لأجلهم وفى. يا من يبيع ضميره وحياته للوهم تفدي من يبيع القرقفا. يا أمنا عفوا فلست بساخر والابن أهل للحنان وإن جفا. والصفح من شيم الكريم سجية لطفا بابنك إن هفى وتأسف. هذا هو الشعر. هذا هو الشعر، وغيره ليس بالشعر. طيب شيخ عايض، يعني أنت أردت أن تكتب هذه القصيدة في بائعة الفصفص على سبيل الدعابة. نعم. لا أنا أعتذر لها لأنه فهم مني أنني أزدري مهنتها وأزدريها. طبعا أنت لا تريد، لا يوجد بائعة فصفص محددة ليست باسمها مثلا خديجة ولا مريم. إننا جنس. قالوا لا أنت تريد كذا، يعني محاكمة النيات، وقصدك احتقار الجنس الأسود واحتقار بائعة الفصفص. هل أشرت إلى الجنس الأسود بأي شكل من الأشكال؟ إيه، قلت أرفض التمييز العنصري في مقال في اليوم الثاني. لا أقصد أنت هل لا لم أشر له أبدا مطلقا، لكن طبعا أخذ من كلامي وقال قصده كذا على قضية شرح النيات والمقاصد والأسرار. طيب أنت أيضا من ضمن الانتقادات التي وجهتها لهم قلت أنهم ما يفهمون بالشعر، وأن قصيدتي من أعظم ما قيل في الشعر، وكثيرا ما تثني شيخ عايض على قصائدك. أول نقول بصراحة معك يا أخ تركي في ضغط. أنا عاقل والحمد لله، مكتمل القوايا العقلية، لا أعتقد أني مثل متنبي، وأعرف أن في قصائد جميلة وقصائد لا بأس بها وقصائد نظم مثل نظم بائعة الفصل، فأعرف هذا كله والحمد لله. لكني أنا أحب المزاح ودعوب، فإذا واحد مزح علي أجي بمزحة أطم، وكثير من إخواني يعرفون ذلك وأنت تعرف ذلك، يتلقونها بروح رياضية ولا يردون وكذا. الإخوة طبعا احترامي لهم، لا أقصد ما أقول، لأنه معلوم أن لن تكون هي أعلم بالشعر منهم، لكن كقولك أن هذا السباك فلان في التفسير لا يعرف إلا مثل ما يعرف، هذا من المبالغة، ليست مرادة في لغة العرب. وإن شاء الله عندما قلت أنهم لا يفهمون في الشعر وإن بائعة الفصفص تفهم أكثر منهم، يعني مقصود أنا أني لا أقصد معنى كلام مثل تربت يمينك وتربت يداك. قلت أيضا شيخ عايض أنهما لن يستطيعا نظم بيت واحد، لكن الأستاذ جنان الغامدي رد عليك بقصيدة نشرها في جريدة الوطن بعنوان طوبى للكبير إذا عفا، يعلق على اعتذارك لبائعة الفصفص، منها: لا لست وحدك من يظن نظيمه شعرا فكم من ناظم قد أسرف، هذا ابن قيس قال نظما فانبرى، ذاك الخليفة ناقدا ومعنفا، سأل ابن قيس أين شعرك يا فتى تظنني ممن ينام على القفا. الشعر معروف وكل يدعي، لكن ذوق العرب دام مرفرفا، هذا صفي الدين مع أقرانه وضعوا لعصر الانحطاط مؤلفا، والناظمون لوهمهم من قبلهم هاموا وهام الشعر ظل مشرفا، ظنوا العروض قصيدة فتسابقوا نظما على وزن الخليل قفا. أنا أقول كلمة، أقول الحمد لله الذي أخرجها من قلبه ولو بقيت فيه مات وكانت قتلته، فالله سبحانه وتعالى
لأنها ما بقيت فخرجت والحمد لله. والله ينجي من شاء من عباده كما نجى ذنون من بطن الحوت. طيب، هل يضيق الشيخ عايض بالنقد؟ يعني هل آذاك ما كتبه البعض تعليقا على قصيدتك أو على تعاونك؟ أبدا، صدقني وأنا قلت مقالة شكرا لمن مدحنا ولمن سبنا، إن أصبحت الحمد عندنا منع الحمد لله، وأصبح يقرأ عليه كلمات السب إني أضحك، وأنا عفوت عنهم وغفر الله لهم جميعا. حتى الأستاذ كنان كان بيني وبينه مكالمة في نفس اليوم قبل المقالة. واضح أنه بينكم ود من خلال حديثكم عن بعض. وتضاحكنا وتمازحنا، وقلت شكر الله لك وإني أدعو لهم جميع، وإني دعوت لهم في نفس اليوم وأنا صائم، ليس في مواقف تربص ولا تصيد الأخطاء، والله ما أريد أن يصيب أحدهم زكام، يعني نزلة زكام فضلا عن غيرها، لكن الحراك الأدبي والحراك الفكري يجي من كلمات ومزحات. نعم.